وتطول الكرة ومصفر ضربة جزاء. الحكم ضربة جزاء وإنذار. ضربة جزاء وإنذار لأحمد بكري. ضربة جزاء وإنذار لأحمد بكري. الزمالك اهو هنشوفها مرة تانية. عماد متعب وبكري، عماد متعب وأحمد بكري، عماد متعب وأحمد بكري، وإنذار لأحمد بكري. الحكم حسب ضربة جزاء لنادي الزمالك منذ دقيقة، وضربة جزاء لنادي الأهلي بعديه على طول، ونقاش. والحكم طبعا لا هو عارف هما بيقولوا ايه ولا هم عارفين بيقولوا ايه. ده بيتكلم تركي او انجليزي، انما مش هيرجع في قراره. وضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 11. وشوشة كده من الدكتور جمال، وادي مستر جوزيه وجilberto وجها لوجه مع محمد عبد المنصف، وضربة جزاء للنادي الأهلي. مباراة مثيرة في كل وجميلة. جilberto وعبد المنصف، وضربة جزاء للنادي الأهلي. داخل جilberto ويحط الهدف الثالث للنادي الأهلي جilberto في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، عشان تصبح النتيجة 3 الأهلي 1 الزمالك. 3 الأهلي 1 الزمالك، في لقاء قوي جدا مفتوح من كلا الفرقتين. واحد للنادي الاهلي، واحنا بنلعب في دقيقه 12 من الشوط الثاني. ادي جilberto يحط احد نجوم اللقاء النهارده. طبعا الزمالك هيفتح هجوم اكتر. 4 اهداف لغايه دلوقتي، 3 للاهلي و1 للزمالك. تتلعب الكوره